نقطة في بحر أحمد صقر. أهلا بيكم شباب بريب 3 شباب تالتة إعدادي مع مراجعة المنهج من خلال سؤال الجرامر، وهنتدرب على سؤال الري رايت. طبعا معانا النهارده نقطة جديدة أو فكرة جديدة هنتدرب عليها، وكل فيديو هيكون فكرة أو نقطة معينة وإزاي نحلها وإزاي نتدرب عليها. مع أول فيديو مع أول نقطة مع أول فكرة النهارده، وبنتكلم على الكلام الريبورتد سبيتش وإزاي نحله. ناخد بالنا شباب إن الريبورتد سبيتش ده ليه طريقة معينة، وعموما سؤال الري رايت عباره عن حذف واستبدال. في حاجه في الجمله بستبدلها وفي حاجه بحذفها، فلازم اخدها قاعده عامه كده. سؤال الري رايت بحذف حاجه من الجمله اللي بيجيبها لي وبستبدلها بحاجه ثانيه، يبقى حذف واستبدال. طب نشوف مع بعض اول تركايه او اول نقطه في السيشن النهارده. وعندنا هنا سؤال بيقول، هنا طبعا بيكون الريبورت سبيتش بين علامات التنصيص. هنا بيقول لي how does a camel store water؟ how does a camel store water؟ هنا عايز نبدا بكلمه he asked. طيب يا شباب سؤال الري رايت او سؤال الريبورت سبيتش بحله ازاي؟ انا عرفت ان في حاجه اسمها حذف واستبدال، يبقى انا عندي حذف واستبدال يا شباب. طيب ايه اللي انا بحذفه من الجمله؟ هنمشي مع بعض خطوه خطوه وهناخد الجمله كلمه كلمه، بنمشي معاها حاجه حاجه. طيب اول حاجه بنكتب هي asked اللي هو جايبها لي واللي عايز نبدا بيها، ده رقم واحد. طيب بعد كده بعمل ايه؟ اول حاجه بحذف علامات التنصيص وبحذف الكويتشن مارك. دي اول حاجه بعملها، ببدا بالجمله اللي جايبها لي او الكلمه اللي هبدا بيها. رقم اتنين بحذف علامات التنصيص والكويتشن مارك. طيب هنا بقى ده سؤال بادئ بدرس فهم، بنزلها زي ما هي، يبقى هنزل رقم واحد هاو. رقم اتنين يا شباب هنا لو جاب لي في السؤال do او does او حتى did دول بحذفهم. حلو كده، يبقى do does did بحذفهم. طيب انا عندي هنا بقى يا شباب عندي هنا does، فانا هعمل ايه؟ انا هحذف does. طيب تاني حاجه اكامل، بروح منزل اكامل زي ما هي how does a camel. اوكي طيب هنا طالما حذفت الداز خلي بالي ان الفيرب ده اللي بيجيبه لي بحوله للماضي، يبقى لو عندي do او does بحذفهم وبحول الفيرب اللي جابه لي للفيرب الماضي. خلاص يبقى انا هنا نزلت بهاو، حذفت الداز، نزلت اكامل، وهنا الفيرب احول الماضي اللي هو stored، وبكمل بقى water. خلاص كده يا شباب. يبقى تعالوا ناخد مع بعض جمله تانية على نفس الفكره عشان نتدرب عليها مع بعض. هنا بيقول لي يا شباب، هنا بيقول لي how do camels store water. هنا بيقول لي how do camel store water. نفس الفكره عايزني ابدا به اس، يبقى زي ما احنا اتفقنا يا شباب انا عندي حذف واستبدال. تمام، اول حاجه انا هبدا بالكلمه اللي جابها لي اللي هي he asked زي ما احنا اتفقنا، ببدا بيها، دي الكلمه اللي ببدا بيها. تاني حاجه بحذف علامات التنصيص واداه الاستفهام او علامه الاستفهام. خلاص كده يا شباب، يبقى انا بحذف علامات التنصيص وعلامه الاستفهام. بعد كده ببدا باداه الاستفهام زي ما هي بنزلها، يبقى هنزلها. طيب بعد كده زي ما اتفقت انا قلت لو عندي do او does بحذفهم. خلاص كده. طيب هنزل الفاعل اللي هو camels زي ما هو. طيب احنا قلنا لو عندي do او does الفيرب اللي عندي بحوله لايه؟ بحوله للماضي. هنا store هتبقى stored water. يبقى دي طريقه الحل يا شباب. لو عندي do او does بحذفه من الفيرب اللي عندي بيكون ماضي. طب لو كان قال لي هنا does كنا نقولها ازاي؟ كنت اقول he asked، خلاص نفس الكلام. how بنزل بالهاو وبحذف الداز وبقول a camel، والفيرب ستور بحوله للماضي هيبقى stored water. يبقى انا عندي طريقه الحل، بنزل اداه الاستفهام، بحذف الدو او الداز، بنزل بالفاعل، هنا الفيرب بحوله للماضي عشان الدو او الداز. اتمنى تكون الفكره واضحه. نقطه في بحر احمد صقر.